السلام عليكم ورحمة الله. متابعينا الكرام على قناتكم معلومة ريفيو، زي ما عودناكم ان احنا بنتابع معاكم كل جديد. تعالوا النهاردة نشوف ايه الجديد تحت كوبري سيدي جابر. دلوقتي احنا لما كنا بنبقى جايين من سيدي جابر في شارع المشير وعايزين نتجه الاتجاه اللي يودينا للعصافرة والمندرة، كنا بنعمل ايه؟ كنا لازم نعدي من تحت الكوبري بتاع سيدي جابر هنا ونمشي في الاتجاه اللي رايح محطة الرمل والمنشية، ومع اول يوتيرن بنرجع نلف تاني ونرجع في الاتجاه اللي رايح المندرة والعصافرة. لكن دلوقتي لا، ممكن نكمل في شارع المشير وندخل يمين، ما نعديش من تحت الكوبري، ندخل يمين زي ما احنا شايفين، زي ما احنا كده عدينا ندخل يمين. تمام، هنلاقي طريق جديد اتفتح. طبعا كانت الاعمال بتاعت الفندق شغالة هنا، لكن دلوقتي اتفتح الطريق بعد انتهاء الاعمال في الفندق. زي ما احنا شايفين طريق مرصوف ومتخطط الحارات بتاعته. تمام، واصبح تحت كوبري سيدي جابر ده يطلعنا ناحية المعسكر الروماني وناحية العصافرة والمندرة على طول. وفي يوتيرن هنا برضو ممكن يرجعنا في الاتجاه بتاع محطة الرمل والمنشية. وفي الناحية التانية طبعا اللي كان بينزل مثلا عند توفلي دوم او عايز يلف من بعد توفلي دوم كان لازم يضطر يطلع لليوتيرن اللي بعد كوبري سيدي جابر. لكن هنا دلوقتي اصبح في يوتيرن ممكن بعد ما تنزل من توفلي دوم من الباركينج بتاع توفلي دوم تعدي على طول تلف الناحية التانية في الاتجاه بتاع العصافرة والمندرة. يعني الطريق هنا هيحل أزمة كبيرة كانت بتحصل عند اليوتيرن بتاع الإشارة اللي بعد كوبري سيدي جابر. تمام، نتمنى نكون بنقدم لكم كل جديد دايما. تابعونا على قناتكم معلومة ريفيو، مش هتندموا. بنقدم لكم كل جديد سواء مشاريع أو أماكن ترفيهية وأماكن سياحية، وكمان بنعمل ريفيوهات عن المحلات. نشوفكم إن شاء الله على خير في فيديوهات جاية كتير، وما تنسوش اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله.